السلام عليكم متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اكيد الماتش ديال البارح ديال المغرب وفرنسا تكونوا تفرجتوه ما عجبكمش الحال، لانني انا براسي ما عجبنيش للاسف الشديد. خساره المنتخب المغربي امام المنتخب الفرنسي. غادي نشارك معكم بعض ردود الفعل ديال الناس اللي كانوا في الملعب واللي كانوا خارج الملعب والناس اللي مشهورين هضروا في هذا الموضوع هذا. كملوا معنا الفيديو. انا باقا ما بغاش تبردي، نتوما دابا راه غتكونوا نعستوا، انا غنحط شي وقيله حتى الغدا، حتى وحده ما تقولي لا صافي لا ماشي وقته وماشي هذه هضره ومسحي الفيديو ولا. انا غنقول اللي بغيت، انا حره، انا اختي حره، انا كنتبع المونديال بقلبي وبصحتي، واغلبيتنا قلالين الصحه، واغلبيتنا فينا الطونسون، فينا الضغط، فينا السكر، مراضين، فينا الهم الكحل، وكنشجعوا. وعاده باش اللي مسكين كيمشي للتيران وكيجبدوا ملايين صحاح ويخلص لوطيل ويخلص الطياره وخاصو يكري الطوموبيل وخاصو المصروف، وغادي كيجري مسكين الولايات كاملين باش يشجع. علاش اختي ماشي من حقنا نهضروا؟ انا مصدومه في المنتخب مع فرنسا، من حقي، لان الانجازات اللي شفتها في المنتخب مع البرازيل والمرتدات والهجومات والدفاع، واللي شفتو مع هولندا واللي شفتو مع كانا، ما شفتوش مع فرنسا. راه ماشي تغيير ديال 10 20 30 40، ورا ما جيناش، ورا ما لعبناش، ورا كنغبونو، ورا غنهضر. اختي انا راه كنتبع بصحتي وكنتبع بقراجتي اختي. واختي شوفي ها انت، رانا شوفي شحال انت اختي هادشي مقيوم عليا بغسيل الفندق اختي، وتشمت اختي وتفقست. حسن اخوان، حسبوني حمق، حسبوني تنتعاطى المهلوسات، تنتعاطى لشي حاجه، لكن المنتخب الوطني المغربي ماشي هو هذا. تيق بيا ما يمكنش، مستحيل بنادم لاعب مرتاح، مستحيل بنادم ما عركش باقي ناشف وعندهم 31 درجه، بنادم ناشف تعبير مجازي فهمني. مستحيل واش تشوف المنتخب ديالنا هكا، مستحيل، ما لا شيء لم يحرك ساكنا. وهبي في هذا الماتش هذا ما فهمتش انا كيفاش شد فيك الوجه ديال الركراكي، ولا واش كنتي طامع في الاشواط الاضافيه مع فرنسا، ولا باغي تجرنوا البينالتيات. ما بغيتش نقول شي كلمه، وكان نقول سذاجه في التخطيط للمباراه، اسمح لي. ما يمكنش الدراري لم يبدوا اي رده فعل، لم يبدوا اي رده فعل، لا من مورا البيت الاول لا الثاني، ما لقيناش اللي ماركي. ما يمكنش نلعبوا ماتش ضد منتخب تقاب ديال الشبكه وما لاعبينش براس حربه. دخلها رحيمي ماشي مشكل، دخل الكعبي تا هو، دخل جوج ديال النوفات، خلينا عاد سونطريو كواري ونتمونطاو عليها. ما يمكنش اصاحبي. شنو كاين في هذا الماتش؟ شنو طرا الاخوان؟ واش دارت؟ وصافي حكيمي صافي براءه ولا شنو؟ ما فهمتش اصاحبي. ناضيه فرنسا، ناضيه، ما يمكنش تزيد شي كلمه، صافي هربانين في كوره، ناضيين علينا ومجهدين. في الميطه الاولى عطاتك فرصه، في الميطه الاولى قالت لك ترجل كل راجل. الدراري تيلعبوا مرخيين كان في بالهم شي حاجه، كان في راسهم شي حاجه، ما تحمقنيش. عاود الفيديو سير عاود الماتش، شوف الدراري كيفاش كيلعبوا. تقول واحد بقى فيه الحال ولا ديك الشراشه ولا والو، كلشي بارد، شي حاجه تمك بحال صافي خبر في راسك وصافي. راه شد فيا الوجه ديال الجزائريه، ولا كنقول لك اللي كاين. سير وهبي، حنا ما نتقلبوا عليك، ما نقول لك انت مزيان انت خايب، ولكن حاجه وحده بغينا نوصلوك بان والد الكراكي في قطر 22 راه خرج ضد فرنسا، وكاين الماتش كان كبير. الماتش كنا حاسين فيه بان المغرب كانت قادره انها تربح لولا الظلم التحكيمي اللي تعرضنا له في قطر 22. هذا الماتش هذا راه ما فهمنا فيه والو، ما كانوا اداء، ما خرجنا نلعبوا كوره. واش احترمنا فرنسا لهاد الدرجه كبيره ولا ما فهمتش؟ واش احترمنا فرنسا ولا ما كنشوف الاداء ديال المنتخب المغربي ضد البرازيل ضد الفرق الاخرين كتجي فرنسا، واش احترمنا فرنسا بزاف ولا كاين شي حوايج اخرين؟ حقاش هذا غريب والله، الا جاني غريب والله، جاني بحال ما فهمتش انا واش هذا مغرب اللي كنت كنتفرج فيه ولا شي فرقه اخرى. اداء بات، اللاعبيه باتين، ما كاين لا روح لو كره كان كامله كنلعبوها اللور. العجب والله، الا العجب اللي فهم شي حاجه يفهمها في الكومونتير. المنتخب المغربي يخرج من كاس العالم 2-0 لصالح فرنسا. هادوك اللي كتهضروا دابا في لي كومونتير واللي باغيين تهضروا وصلوا لداكشي اللي وصل ليه المغرب وعاد هضروا. المنتخب المغربي نهضروا كره دابا. المنتخب المغربي لعب واحد الشوط الاول كامل كيدافع،
لحسن الحظ كان بونو ومازال بقى معنا بونو، ولكن راه بونو راه ما غاديش يبقى ديما حظي. وهذيك البيت الاول ديال مبابي كان في زاويه قاتله ما عنده ما يدير ليها، وعاد ديوب كان مكالي عليه ما كيشوف والو، زيد عليها ديمبيلي داك البيت ما عنده ما يدير. بونو لعب واحد كاس العالم دار اللي عليه. المنتخب المغربي ما عرفش كيفاش كان باغي يدير وهبي، بقى جالس اللور، بغى يدير بحال كندا. فرنسا كيلعبوا، فرنسا سرع بزاف، فرنسا كيطيروا، ماركاو الهدف الاول، الثاني سالاو الماتش. المنتخب المغربي يخرج من ربع النهايه وكتسالي القصه ديال كاس العالم. للاسف الاخوان هادشي اللي عطا الله. اليوم فرنسا لعبت ضد بونو ماشي ضد المنتخب الوطني اللي حنا كنعرفوه، ولكن برافو الاسود هادشي اللي وصلتوا ليه. الحمد لله بعدا ما خسرناش بثلاثه، ما خسرناش 3-0، خسرنا بجوج امام واحد المنتخب اللي هو قوي واللي مرشح انه غادي يدي هذا المونديال هذا اللي هو المنتخب الفرنسي، اللي لحدود الساعه مازال ما كاينش شي منتخب اللي يقدر يوقفو الا اسبانيا اللي كتبان شويه تقدر توقف امبابي وهاد المساخيط الوالدين. راه ما يمكنش اصاحبي، راه عندهم الماكينات تما وحق الرب العلي العظيم، وراه واحد اللعب، واحد الضغط، واحد الهجوم، واحد راه ما يمكنش. ولكن الدراري اليوم كلهم ما كاينينش في النهار ديالهم كاملين الا بونو بوحدو هو اللي مقاتل تما. بونو كون ما كانش بونو كون غادي نخسروا بواحد 4 ولا 5-0 اليوم قسما بالله. ولكن معليش هذه هي كرة القدم. شكرا للمنتخب الوطني المغربي، شكرا للاسود ديالنا على هذا الشيء كامل اللي قدموه على هذه المستويات هذه. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير القدام. والسلام عليكم ومبروك للمنتخب الفرنسي كيستحق يفوز. هذه هي كرة القدم والسلام عليكم. مغاربه هذا راه هو الحارس ديال فرنسا، راه حيت ما شفناش اليوم. شوفوا بعدا حنا الحمد لله خسرنا حيت ما لعبناش، ما نقولوا لكم لا تحكيم، ما نقول لكم مؤامره، ما نقول لكم حتى شي حاجه. خسرنا حيت ما لعبناش، وحيت شي لعابه ديالنا ما بغاوش يترجلوا معانا، هادشي علاش خسرنا. شي واحد يشرح لي شنو وقع في هذا الماتش. انا بغيت نعرف شي واحد فيكم يشرح لي شنو وقع في هذا الماتش. عندي بزاف ديال التساؤلات بزاف. اول حاجه ما هجمناش نهائيا، ما شفناش داك المنتخب اللي كنا تنشوفوه في ضد هولندا وكندا واسكتلندا الى اخره، داك المنتخب اللي لاعب بالروح، فهمتي، تيتقاتل تيموت معاك. ما شفناش داك المنتخب. الماتش كامل هما اللور، تخيلوا الماتش كامل كان ممل، فهمتيني، ما كاينش داك الحماس اللي مولفين تنشوفوا. ثاني حاجه لاطاك ما كاينش، لاطاك ما عندناش، لاعبين بالوسط ولاعبين بالديفندرز، ما كاينش كاع لاطاك. واحد اللحظه شكيت تنقول ياك ما الماتش مخدوم، ياك ما فهمتي داكشي جاي من الفوق، ياك ما هادشي فيه السياسه، ياك ما فهمتي راك عارف تيولي دخلك داك الشك، فهمتيني. ملي تشوف المنتخب ديالك كان تيلعب بواحد الطريقه ولا تيلعب بواحد الطريقه اخرى تيولي يدخلك داك شويه ديال الشك. ولكن تنشوف تنقول عرفتي شنو، بلا ما نحكموا على منتخب اللي قدم لينا بزاف، اللي وصل للمونديال اللي فات، وصلنا للدومي فينال، هذا المونديال هذا وصلنا للثمن، يعني مع 8 ديال المنتخبات اللي عالميا، فهمتي. المونديال اللي فات هو نفس الحاجه. شويه عاوتاني تنقول فهمتي عقلي تيبدا شوف انا والله ما فهمتش. اللي عندكم شي فكره كومونتيرات، انا باغي نقرا الكومونتيرات ديالكم حيت هادشي ضرني في راسي. كملت الماتش راه قلتها لكم قبيله باين البران، واش حنا لعبنا مع كندا كناكلوا الطراب وناكلوا الكازون، والبريزيل كلينا معاهم الطراب والكازون، جيباتها لفرنسا وهولندا كامل جيباتها لفرنسا. حنا ديما سبحان الله توصلوا حتى فرنسا تنبقاو نديروا لا التكتيك لا صراحيه 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 سيروا ديروا. اش كتقول لي انا التكتيك، واحد قال لي لا وانت سير اصاحبي سير صراحه. خوتي مع كامل الاسف ما عرفتش واش غير انا اللي كيبان لي هذا الشيء هذا ولا حتى نتوما كيبان لكم هذا الشيء هذا. الناس اللي كتفهم في كره واللي قاريه كره يقدروا يتفقوا معايا ان كاينه شي حاجه ما هياش في الماتش. اللعابه ما لعابينش ابسون كاملين، الفرقه كامله ابسون. كاينه شي حاجه لي ترانزيسيون ما كاينينش، زيرو. كترجع عندنا كره باش نورمالمون نطلعوا، سواء نطلعوا اتاك رابيد، سواء نقلبوا على لوبورتونيتي. اللاعب كيبقى غير واقف، لي باس لي دوز ديالهم مخربقين، شي حاجه ديال لي باس ديال الكره فيها اخطاء. انا خوتي الله اعلم كيبان لي هذا الشيء فيه شي حاجه تما، ما عرفتش. ما كنهضرش بالعاطفه، كنهضر بكره طونكو شي واحد اللي قاري كره وفاهم كره
ومدرب. يعني كنعرف شنو علاش كنهضر. الناس اللي فاهمين كره راه غادي ابروفيو هادشي اللي كنقولوا. فرقه كامله ابسون، ماشي هي الفرقه ديال المغرب. وهادشي اللي كنت انا متخوف منه، وكنت كنقولوا للدراري كنقول لهم الماتش غادي يكون عندنا الجانب ديال بوليتيك ديال شي ضغط اخر ابار كوره، لان هادشي اللي كيوقع دابا كنتمنى نكون غلط ونشوفوا شوط ثاني اخر، حيت هادشي اللي كيوقع دابا راه ماشي كره وماشي هذاك هو المغرب. لي باز د كره ما كاينينش، اللعابه كاملين ابسون. اخطاء في لي باس، اخطاء في الكونترول، اخطاء في لا دوز د لا باس، اخطاء في الديبلاسمون، اخطاء في لا ترانزيسيون، جميع انواع لي باز د كره فيهم اخطاء. وهادشي انا كيبان لي الله اعلم لحد الان كره راه باغانا الحمد لله، مازال ما تماركا حتى شي بيس، مع انه كانوا فرص اللي كانوا يخرجوا هذا الشوط هذا بواحد 4-0 ولا 3-0. فالحمد لله مازال 0-0. ونتمنى نكون غلط. انا راه ما غاديش ندرقوا الممثل الوحيد ديال افريقيا وديال العالم العربي في ربع نهائي كاس العالم مع فرنسا خسر. مبروك لفرنسا، كانوا احسن منا وما نسمع حتى شي واحد تيدوي على الاربع مؤامره. عندهم فرق احسن من ديالنا. درنا باركور زوين. اللي بقى فيه هو اننا ما قاتلناش، ما جيناش. اللي جاو تقريبا هو بونو وناحي. تبقى كتحس بدي فيغورون كيتسركلوا الخشبات فوق طاقتك لا تولام. هادشي اللي كاين، هذا هو الجهد. وهاد فرنسا راه عظم. مبروك عليهم عاوتاني. شكرا للمنتخب المغربي على الباركور. نحاولوا نستافدوا من الاخطاء ديالنا باش نكونوا احسن المره الجايه، وهذا ما كان. يلا حايد. مالك اخويا وهبي، مالك على هاد اللعبه هذا؟ عطيتي الاحترام لفرنسا اكثر من القانون كاع. مالك اخويا؟ الله حنيني. عندنا ما نديرو، باقي 2-0 الدقيقه وكذا 70. خرجت بحالتي انا والله ما كملت. معليش كتوقع فيها خير من الخير. خرجنا الله خويا، بقاو على خاطركم. سيدي نستحقوا الخساره. اسوأ ماتش لينا دومي فينال ديال قطر مع فرنسا، وما لعبناش بهذه الطريقه اللي لعبنا بها اليوم. نقدر نقول وهبي فاجئني، حيت ما تسنيتوش انه هو يدخل بالطريقه الدفاعيه، وانه هو واحد المدرب كيغامر. مينيون الحارس ديال فرنسي ما وصلاتو حتى شي اوكازيون دو بيت من غير ديال اوناحي خارج كاري 18. ما خلقنا حتى شي فرصه سامحه للتسجيل. كانوا عندنا اغلاط دفاعيه من ديوب، من مزراوي، بنت بلاصه ديال رياض، اغلاط ديال حكيمي، بوعدي في الميليو، العناوي ما كان في الهارو. يعني اسوأ ماتش درنا. حتى في لي ترانزيسيون زعما في التحول الهجومي كنا ضعاف. كره كطلع ثقيله من اوناحي، كره كطلع ثقيله من طالبي، من بلال تا هو اللي ما كانش. فهذه اسوأ مقابله لينا، وكنستحقوا هاد الخساره مع منتخب فرنسي رهيب. دار علينا واحد البلوك، خنقنا، ما خلاناش نديرو حتى 3 باس مزيانين. كنت كنتسنى من وهبي في هاد الماتش اكثر من هادشي. كنت كنتسنى انه يلعب كره هجوميه، ما لعبهاش، صدمني. لعب كره دفاعيه، ومع امام منتخب فرنسي غتبقى تسنى غادي يماركيو عليك. على اي كارت فينال كتبقى حصيله زوينه، انك باقي عندك الاستمراريه من كوب دي موند الاخر دومي فينال، دابا كارت فينال. ممكن 2030 يكون اكثر، ولكن اليوم نستحقوا الخساره. نكونوا واقعيين اليوم. ما كناش صراحه. فين هي الفرقه اللي لعبت؟ واش بحال هكا لعبنا مع البرازيل؟ وهذه هي العقده الصراحه اللي تبقى عندنا. عرفتش. للاسف تسالت رحله المنتخب المغربي، وغادي نرجعوا لمواضيع مهمه عندنا في بلادنا. تهلاو في راسكم والى اللقاء.